السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وقناة تجربتي، وإن شاء الله بإذن الله الفيديو دوت يعني هقول لكم المكنة ديت عملت معايا إيه بعد ما قطعت بيها أكتر من 20,000 كيلو. الناس اللي قلقانة من مكن الفيجوري بصراحة أنا مش هنكر، يعني أنا كنت قلقان وخايف جدا جدا الموضوع دوت يبقى كارثة بالنسبة لي إن أنا أجيب مكنة مش معروفة ولسه أول مرة السنة تنزل السوق وكده. بس الله يبارك له أخويا المحترم الميكانيكي محمد السيد، هو اللي بصراحة اللي قال لي يعني بصراحة دي أحسن مكنة موجودة في السوق للشغل، والحمد لله نصحني بيها والله يبارك له. يعني النصيحة يعني الحمد لله جت في محلها وأحسن من محلها. الناس اللي بتشكك إن المكنة مش كويسة أو مش بتاعت شغل أو موتورها ضعيف، كل مكنة ليها مميزات وعيوب. مفيش مكنة كلها مميزات ومفيش مكنة كلها عيوب، بس في مكن انت عايز المكنة دي لإيه. يعني انت عايز المكنة دي للشغل غير لما بتبقى عايزها مشاوير خاصة ملاكي. انت عايز المكنة لإيه؟ فلما عرف ان انا عايز المكنة دي للشغل وكده قال لا تجيب المكنة ديت، هي نفس الدايون 26 في الشكل والخامات تعتبر واحدة. يعني طبعا انت مش هتجيب المكنة الاستيراد من بره بالكامل غير مثلا تصنيع الشاسيه محلي والحاجة محلية، بس الموتور طبعا متصنع في الصين. مفيش حاجة مصنع لسه، يعني مصر لسه ما صنعتش مواتير ولا دخلت لسه في الموضوع ده. فالموتور يعتبر استيراد، والشاسيه انت كده كده هو اصلا ابو حواء بيجيب قطع غيار، فيعتبر جمع لك مكنه بالموتور بتاعها وبسم الله ما شاء الله عليها يعني. فمفيش عليها بصراحه اي غبار، فهي زيها زي اي مكنه. يعني المكنه ديت طبعا ليها مميزات وليها عيوب زيها زي اي مكنه نزلت السوق. بس انا بالنسبه لي انا مش شايف فيها عيوب اللي هي اللي تعيب المكنه ان انا ما اجيبهاش، لا. هي عيوبها برضو ان طبعا طبيعي ما فيش حاجه كامله. انت مثلا المكنه بتنزل بجزء كاوتشات بتوعها. انا كنت حاسس ان الكاوتش اللي بنزل في المكنه ضعيف شويه بالنسبه لي عشان انا شغال بيها، فاضطريت ان انا اغير الفرده اللي ورا وجبت فرده هندي. الحاجه اللي انا بحاول اعدل فيها بقدر سهله جدا جدا ان انا اعدل، يعني مش عشان قطع الغيار وكده لسه بدأت تتوجد تبع شركة العدوي وشركة أبو الفيصل أو الفيصل، حاجة زي كده موجودة. بدأوا ينزلوا قطع غيارها، بس أنا قطع غيارها موجودة من زمان، لأن قطع غيار الموتور هو موتور داين 6. فأنت لما تحتاج أي حاجة في الموتور هتجيبها الموتور داين 6 كده، يبقى الموتور قطع غياره محلولة. الشاسيه بتاع المكنة قطع غياره هو الداين 26، ودقت بيك قوي هي المكنه البوكسر ما عدا التانك والجناب. يعني انا التيل الفرامل اللي ورا انا مغيره بتيل بوكسر. الجلده بتاعت علبه الجنزير انا مغيرها. بص حتى لو تلاحظوا علامه البجاج عليها، يعني هي مش عارف الكاميرا هتجيبها ولا لا، هي ظاهره قدامكم جايبه بجاج. فاي حاجه يعني كنت خايف انها مش موجوده، لا حتى الجلده بتاعت علبه الجنزير موجوده. فمفيش حاجه اسمها قطع غياره مش موجوده. ال ال مفيش حاجه قطع غيار الموتور، لا والله كل حاجه موجوده. بس هي عايزه الناس تبقى فاهمه قطعه غيار ايه. على الموتور ده موتور داينس، خلاص يبقى انت كده جبت اي حاجه. الشاسيه الحمد لله كويس، يبقى الموتور قطع غياره موجودة، قطع غيار المكنة كلها موجودة، يبقى الحمد لله. المكنة كشغل بسم الله ما شاء الله عليها. أنا عامل بالمكنة ديت دلوقتي أكتر من 20,000 كيلو. بصوا عشان
مش عارف هيبقى واضح عشان الضوء. 20,578 يعني. ودول يعتبر قطعتهم في فترة أنا كنت جايبها في أول شهر 2، يعني يعتبر بقالها معايا دلوقتي داخل في 5 شهور اهوت، شهر 2 لغاية شهر 6 كله. 2 و3 و4 و5 و6، 5 شهور. ولغاية تاريخ الفيديو دوت بسم الله ما شاء الله عليها. الموتور سحبه تمام. العزم بتاعه بسم الله ما شاء الله عليه بحمل. يعني ممكن كمان اركب 2 ورايا، وبسم الله ما شاء الله عليه في المطالع الحمد لله عزمها كويس جدا جدا. بس هي المشكلة انت تعرف امكانيات المكنة اللي تحت رجلك ايه. ما انت ما تجيش مكنة 150 سي سي وعايز تشيل وتحط وتهبد وتعمل لا، ما دي برضو 150. انت حاسس ان انت عايز قوة اعلى وقدرة اعلى، هات ال200. هي نعم، هي مش هتبقى موفرة في البنزين شوية زي ال150، بس هيبقى قدرة الموتور اعلى، هتقدر تشيل عليها اكتر، هتقدر تحمل عليها اكتر، هتقدر قدرة الموتور بالنسبة لك هتبقى كويسة. لكن الموتور بالنسبة لي تمام التمام، بسم الله ما شاء الله عليه. ربنا يبارك لي فيها يا رب، ويبارك لأي واحد معاه المكنة ديت، ويبارك لأي حد هيشتري إن شاء الله وعايزها للشغل. فأنا بنصح بيها لأي واحد عايز يشتري مكنة هيشتغل بيها أوبر، شحن، ديليفري. بس أهم حاجة تحافظ على المكنة، يعني ما تجيش تقرص وتسوق بغشم وفي الاخر تضيع الموتور وتقول لا اصل المكنه ما بتستحملش. لا، طب ما انت ده عيب منك انت. يعني انت لو معاك مكنه بي ام او ياماها او هوندا واهملت فيها وتغشمت في السواقه، طب ما الطبيعي انها تبوظ. ده آلة حديد، لو ما راعتش الموتور وما راعتش المكنه في الصيانه الدوريه وكده، ما المكنه لازم تخرب معاك وترجع تقول لي اصل المكنه وحشه. لا، احنا اللي مهملين. احنا بطبيعتنا كمصريين ما بنجيش جنب الحاجة غير لما بتعطل، ما بنغيرش قطعة الغيار غير لما بتكون جابت اخرها وباظت خالص، وده غلط. طب ما انت لما تعطل مثلا بالموتور في وسط حتة مثلا بعيدة، او حتة مقطوعة، حتة ما فيهاش حد، ما ديت كارثة بالنسبة لك. تقطع منك المكنة لسبب خارج عن ارادتك خالص، بعيد عن الصيانة، بتبقى بسيطة وسهلة ان شاء الله. لكن انت لما تعمل الصيانة الدورية للعجل قدام وورا، للأجزاء المتحركة زي العجلتين، الأكسل نص، الزور، الحتت، الحاجات محتاجة فيها شحم، الموتور تغير له زيت كويس في ميعاده، ما تطولش على الزيت، الطلعات ما تقرص على الموتور في المطالع وانت محمل، الغيارات تعرف كل غيار مداه قد ايه، وتعرف تتعامل مع الغيارات، وفي المطبات ما تاخدش على غيارات عالية. كل دوت صدقني بيحافظ معاك على المكنة بسم الله ما شاء الله. يعني انا مش عارف اقول لكم اكتر من انا نفسي بس الناس تجربها. يعني انا يمكن اول مكنة جبتها خالص اللي هي التوبي النحلة، يعتبر ديت الحديث بتاعها. فاكرين ان احنا زمان والداينر بقى كانت هي اللي واخده الدليفري وشغل اللي هو بتاع الاوبر وكده. لا، هي دي المكنه دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني بدات تثبت نفسها وبدات تسمع، وفي ناس كتيره قوي قوي جربتها. وبس هي المشكله ان في ناس مش فاهمه المكنه ايه، ولا فاهمه تتعامل مع المكنه ازاي، خصوصا ان الموتور دوت على كتينه مش على سياخ، فبيبقى عايز صيانه شبه دوريه للكتينه، لان الكتينه بتبقى محتاجه كل فتره تتغير، والشدادات بتاعت الكتينه بيتغيروا عشان تحس بنوعيه الموتور، لان الموتور بسم الله ما شاء الله ناعم جدا. فبس انت من كتر مثلا الشغل، يعني خلاص مثلا انا قربت، يعني بعد ال20,000 كيلو دول انا المفروض مني لنفسي كده، ولسه يعني صوتها ما ظهرش معايا، بس انا بدأت احس. فالواحد عايز يعني مش عشان خاطر 100 جنيه ولا 125 جنيه هضايق نفسي
واضيع الموتور. لا، انا اروح اغير الكتينه واغير الشدادات واظبط الدنيا بحيث ان الموتور يفضل تحت رجلي ناعم وكويس. بعدين بغير الزيت في مواعيده، ما بقرص عليها في الحر. آه، يا جدعان يعني مش عشان ديت حته حديده نحط عليها، لا. انا عايزك تتعامل معاها زيها زي مثلا سوري الله ابنك كده. شوف ابنك ولا بنتك بتراعيهم ازاي وهيدوك ايه. فانت طول ما انت بتراعيها هي كمان هتراعيك وهتديك. ف بسم الله ما شاء الله يعني انا مش شايف فيها عيوب، بالعكس يمكن من اكبر كمان الميزات في المكنه ديت الاكسدام اللي نازله بيه. مش هقول لكم الاكسدام ده انا وقعت بيها الحمد لله، قدر الله اول ما جبتها وقعت بيها مرتين. آه، والمرتين الحمد لله يعني بسبب عربيات بتقف قدامنا كده مرة واحدة، فالحمد لله الحمد لله يعني. مرة عربية وقفت مرة واحدة فنزلت على الجنب اليمين، الحمد لله يعني جت بسيطة، والحمد لله هو الاكسدام هو اللي خد الوقت. المرة التانية عربية نص نقل دخلت قطعت الطريق قدامي. فمش هقول لكم الحمد لله ان انا زحفت، خدتها زحف كده وستر ربنا ان ربنا جعل الاكسدام هو اللي خد الخبطة كلها والايد. يعني بصوا الايد من كتر الزحف على الاسفلت اتاكلت. بصوا الكاوتش ازاي، ال- الاكسدام يعتبر بص اتاخد ازاي، هو اللي خد الوقعة والحمد لله الحمد لله يعني. المكنة بالنسبة لي علوها عن الأرض يعني في ناس بتقول إنها واطية، بس أنا لما ركبت الفردة بصراحة الهندي ديت ظبطت الهوا بتاعها لقيت علو المكنة تمام. مش عارف أقول لكم يعني أنا مش شايف فيها عيوب المكنة بصراحة تخليني أقلق منها أو ما انصحش حد بيها. بالعكس أنا لما بشوف حد عايز يجيب مكنة أقول لهم يا جدعان الفيجوري تمام. عرفت تجيب داين 26 اللي هي الايه اللي هي المستوردة، هات. مش عارف هات اللي هي الماكس الفيجوري 26 بسم الله ما شاء الله عليه. والله يعني يعتبر هي تقليد البوكسر. اصل انا ما اروحش اجيب مكنه غاليه واسم هندي ومش عارف ايه وطلع بعد كده في كل قطعه خيار بمبلغ وقدره. فانا ايه اللي يجبرني ان انا عاوز اجيب مكنه ب40,000 وانا معايا هي تعتبر المكنه بس هو الموتور بدل ما هو هندي هو صيني وبتاعت شغل. مش هقول لكم لا مش بتاعت شغل، لا المكنه بتاعت شغل بسم الله ما شاء الله عليها. يعني انا بقول لكم عامل اكتر من 20,000 كيلو. ما كنتش متخيل ان انا كنت مقلق يعني إن بتجيب مكنه جديده اول مره تنزل السوق وتجرب فيها ان انت بقى حاطط فلوسك وبتاعت شغل وبتدفع قسطها وكده. لا يعني بصراحة الله يبارك له اللي نصحني بيها الأخ محمد السيد صاحب قناة عيادة الموتوسيكلات، إن هو أخ وصديق شخص ليا وأنا بعتز وبتشرف بمعرفته. فبصراحة يعني بنصح أي حد عايز يجيب مكنة للشغل يجيبها. عايزها برضو حتى لو استخدام شخصي آه، هاتها. الكرسي بتاعها طويل ويعتبر مسطح ياخد 3 أفراد قاعدين مرتاحين. فحتى ممكن تستخدم كعائلية انت والمدام والأولاد هتشيله بسم الله ما شاء الله وماشي. ويمكن من أكتر الحاجات كمان اللي خلتني أأكد إن المكنة ديت بتاعت شغل وتستحمل. أنا مش هقول لكم يعني أنا في يوم المكنة دي قطعت بيها في اليوم دوت 315 كيلو. 315 كيلو في يوم واحد. فإن المكنة طبعا مش دايركت يعني أنا من 9 الصبح لغاية 12 بالليل. كان اليوم اللي هو صباح أول يوم رمضان كان في ضغط شغل وفي مشاوير خاصة بيا وحاجات بجيبها ليا وسابع بقى رمضان والله 315 كيلو.
انا خفت على المكنه، انا قلت بس المكنه دي هتفكك مني وهتبقى، ما انا قلقان، بضغط على المكنه وعلى الموتور بسم الله ما شاء الله. يعني يمكن من ستر ربنا عليا ان كان الوقت دوت كان لسه في شتاء. انتوا عارفين كان رمضان اللي فات دوت جاي في جو حلو. فالحمد لله برضو يعني الموتور وانا كده كده الحمد لله ما بقرص على الموتور، يعني بحاول ابقى على الهادي بحيث ان انا احافظ على الموتور وعلى المكنه وكده، وما بجريش بيها كبير قوي. اجيب ال70 75 80 بكتير قوي لو طريق مفتوح زي طرق التجمعات واللي هي الطرق المفتوحه ديت. فالحمد لله الحمد لله لقيت المكنه الحمد لله. فحتى لما روحت اعمل الصيانه الدوريه للشيخ محمد السيد لقيته بقول له على الموضوع، يعني حصل معايا كذا كذا كذا. قال لي يا باشا انت حط على المكنه ما تقلقش، المكنه ديت آه، تحت ايدك، لو حطيت لها ميه بسكر هتمشي. المكنه بسم الله ما شاء الله عليها، وبيشكر لي فيها لدرجه ان هو بسم الله ما شاء الله يعني يمكن هو الاكتر واحد في السوق في مصر عامل لها سوق من كتر ما بسم الله ما شاء الله يعني بيبيع منها وشغال فيها. فدي كانت تجربتي لمدة 20,000 كيلو أو أكتر مع المكنة الفيتوري ماكس 26. وياريت لو الفيديو عجبكم لايك واشتراك، عشان إن شاء الله بإذن الله هعمل فيديوهات إن شاء الله كل حاجة بستفاد منها أو بعرفها هقول لكم عليها إن شاء الله. وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.